هدف أولمبي في ياشين. يعني إيه هدف أولمبي في كرة القدم؟ مصطلح هدف أولمبي بيطلق على الهدف اللي بيجي مباشرة من كورنر من غير ما يلمس أي لاعب. في بدايات كرة القدم وسنة 1875 اتحط قانون إنه ما ينفعش لاعب يسجل هدف مباشرة من ركلة ركنية، لكن القانون ده اتلغى في يونيو سنة 1924 من المجلس الدولي لكرة القدم. بعدها ب4 شهور بس وفي مباراة ودية بين الأرجنتين وأوروغواي، المهاجم الأرجنتيني سيزاريو أونزاري سجل هدف مباشرة من كورنر في مرمى أوروغواي. ولأن أوروغواي كانت بطلة أولمبياد باريس 1924 قبلها بشهور قليلة، جمهور الأرجنتين أطلق على هدف أونزاري ده جولو أولمبيكو أو الهدف الأولمبي. وفضل مصطلح الهدف الأولمبي ملتصق بأي هدف يجي مباشرة من كورنر. في تاريخ كأس العالم في هدف أولمبي وحيد اتسجل في مونديال تشيلي 1962 في مباراة وظروف تخليه كان يفضل هدف تاريخي بصورة أكبر. لعب الاتحاد السوفيتي ضد كولومبيا في المجموعة الأولى. كولومبيا كانت بتشارك لأول مرة في كأس العالم. النتيجة كانت 4-1 للاتحاد السوفيتي. لما لاعب الوسط الكولومبي ماركو كول لعب كورنر على القايم القريب، خدع حارس مرمى الاتحاد السوفيتي وأعظم حارس في التاريخ ليف ياشين عشان الكورة تدخل جول مباشرة ويبقى أول هدف أولمبي في تاريخ كأس العالم. الجول عمل ارتباك عند لعيبة الاتحاد السوفيتي وإدى كولومبيا دفعة قوية عشان تسجل هدفين وتتعادل 4-4 وسط فرحة هستيرية للعيبة كولومبيا وذهول تام للعيبة المنتخب السوفيتي. كول في حوار بعدها بسنين قالوا انه كان قاصد الكورة عشان عارف ان مهاجمين كولومبيا قصيرين جدا مقارنة بمدافعي الاتحاد السوفيتي، لكنه ما تصورش ان الكورة هتدخل في ياشين ولا هتدخل التاريخ بالصورة دي. ولغاية النهاردة هدف كول ده الهدف الأولمبي الوحيد في تاريخ كأس العالم.